Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 5؟ معاكم مصطفى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 2 في concept 4.1. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Gravitational force of Earth is affected by. فبيقول لي gravitational force. الجرافيتي بتاعت أي object أيا كان الأوبجكت ده إيه بتتأثر بحاجتين اتنين، الماس بتاعته والديستنس، المسافة ما بين التو objects. يبقى بتتأثر الجرافيتيشنال فورس بتتأثر بالماس والديستنس. Number 2. Which force pulls a basketball to fall into the basket hoop? ايه اللي بيخلي واحنا بنلعب الباسكت بول انا لما بحدف الكوره بتنزل في الباسكت، بتنزل في السله، ده بسبب ايه؟ بسبب الجرافيتي. Number 3. Magnetism is a kind of a space force. المagnetism اللي هي القوة المغناطيسية دي attraction only، قوة جذب بس؟ لا، هي attraction و repulsion كمان الاتنين. repulsion only؟ لا، انا لسه قايله ان هي attraction و repulsion الاتنين. طيب visible مرئية؟ لا، احنا ما بنشوفهاش بعينينا، انا بشوف بس الافكت بتاعها. طيب يبقى هنختار مين؟ invisible غير مرئية. Number 4. A person can exert a weak force to move. طبعا احنا محتاجين weak force، قوة ضعيفة، قوة صغننة عشان احرك حاجة خفيفة، حاجة صغيرة. فاكيد مش هحتاج weak force عشان احرك البيج تراك ولا الريل كار ولا very big rock. امال اقدر احرك بيها يا دوب التوي كار. Number 5. Wind turbine blades move by the effect of. هو اسمه ايه؟ wind turbine، يبقى بيتحرك بسبب مين؟ الويند. Number 6. All the following are properties of magnetism except. كل الحاجات دي من خصائص المagnetism، القوة المغناطيسية، ما عدا واحدة بس. It's an invisible force. هي invisible، أنا ما بشوفهاش، أنا بشوف الأفكت بتاعها. طيب it's pushing force only. pushing only؟ لا، احنا لسه قايلين إن هي pushing و pulling الاتنين، لأن هي attraction و repulsion، فدي غلط. It may push another magnet away. بتدفع أو بتزق مغناطيس تاني بعيد لو هي repulsion. طب it may be a pushing or pulling force. أيوة احنا لسه قايلينها دلوقتي، يبقى احنا هنختار مين؟ it's pushing force only، لأن هي pushing و pulling الاتنين مع بعض. Number 7. Which of the following statements describes gravity in a correct way? تعالوا نشوفهم كده. gravity pulls objects only. هي بتسحب الأجسام بس. هي بتسحب، هي pulling force مش pushing force. كده احنا عرفنا الإجابة من غير ما نكمل الاختيارات، بس تعالوا نكملها. Gravity is found on Earth only. لا، هي الجرافيتي موجودة عند أي object that has mass. أي object ليه كتلة يبقى ليه gravity. Gravity pushes objects away from each other. push؟ لا، هي pull، يبقى false، دي ما تنفعش. Gravity increases between small objects. بتزيد مع ال small objects. لا، هي بتزيد لما الماس تزيد. by increasing the mass of any object the gravity increases. أي object طالما الماس بتاعته بتزيد يبقى الجرافيتي بتاعته بتزيد. يبقى دي كمان لا، يبقى هنختار مين؟ gravity pulls objects only. letter A أو number 8. Earth attracts objects towards. قلناها بقى في الليسون اللي فات. its center. الأرض بتسحب أو بتجذب الأجسام باتجاه مركز الأرض، مركزها. نيجي للماتشنج. magnetism. المagnetism دي force، يبقى it's the force between two magnets or between the magnet and an object، يبقى هنختار لها letter D. طيب الجرافيتي force، يبقى it is the force of attraction between objects that have mass، يبقى letter A. طيب الفورس بقى يا إما pulling يا إما pushing force، يبقى is a pull or push that affects an object، يبقى هنختار لها letter B. يلا بينا على true or false. As the mass of an object increases its gravitational attraction decreases. بصوا بقى كده، احنا عندنا two factors بتأثر على الجرافيتيشنال فورس لسه قايلينها من شوية، اللي هي الماس والديستنس. By increasing the mass الجرافيتيشنال force increases. هنا بقى قايل لي ايه؟ الماس هتزيد increases، تمام، يبقى الجرافيتيشنال attraction decreases ولا increases، يبقى هنا false. طيب number 2. if two objects don't touch each other، مش متلامسين، مش لامسين بعض، there is no gravity between them. مفيش gravity ما بينهم؟ لا طبعا false. ليه false؟ لأن الجرافيتي مش شرط عشان نشوف الأفكت بتاعها لازم يبقى فيه touching ما بين الأوبجكتس وبعضها، لا خالص. مش لازم يبقوا متلامسين، يعني مش لازم الحاجة تلمس الجسم، أو مثلا مش لازم الحاجة تلمس الأرض عشان الأرض تأثر عليها بالجرافيتي بتاعتها، لا، هي بتأثر عليها من غير ما يبقى فيه connecting ما بينها، ما بين الاتنين. Number 3. The gravitational force of Earth to a person in a flying airplane.
is smaller than it when the same person stands on the ground. ركزوا بقى عشان ما تتلخبطوش، ماشي؟ احنا قلنا ان احنا عندنا two object او two factors بتأثر على ال gravitational force اللي هي الماس والdistance. وقلنا by increasing the mass the gravitational force increases. يعني الماس كل ما بتزيد الجرافيتي هي كمان بتزيد. الديستانس بقى by increasing the distance gravitational force decrease بتقل. ليه بقى؟ لأن لما الديستانس تزيد، يعني مثلا أنا ببعد عن الأرض بطلع لفوق، ببعد عن الأرض، يعني الديستانس بتزيد أهي، الديستانس ما بيني وما بين الأرض بتزيد، فبالتالي أنا ببعد عنها يبقى الجرافيتي بتقل. تمام كده؟ يبقى أنا كل ما المسافة تزيد الجرافيتي أو الجاذبية بتقل. حلو؟ فهنا بيقول لي ال gravitational force of Earth to a person in a flying airplane، وهو في الطيارة، في الطيارة يعني فوق أهو، is smaller than أصغر من ال gravitational force بتاعت لما بيبقى على الأرض، ولا هي أكبر؟ هو أنا وأنا على الأرض المسافة ما بيني وما بين الأرض أو ما بين الشخص والأرض صغيرة، فالجرافيتي بتبقى كبيرة. طيب أنا ببعد يعني الجرافيتي بتقل، يبقى في الايربلين الجرافيتي هتبقى أقل، تأثير الجرافيتيشنال فورس في الحالة دي هيبقى أصغر. وهنا بيقول لي airplane is smaller than، أقل من، أصغر من الجرافيتيشنال فورس لما يكون البيرسون ده stands on the ground. طبعا true. ليه؟ لأن أنا كل ما أبعد كل ما الجرافيتي بتقل، يبقى الجرافيتي في الايربلين أقل منها لما بكون تحت، تأثير الجرافيتي بيكون أقل لما بكون على الأرض، لأن أنا ببعد فالمسافة بتزيد في الحالة دي، يبقى الجرافيتي بتقل. نيجي لنمبر 4. Force is the reason of motion of any body. طبعا true. أي body عشان يتحرك لازم نأثر عليه بفورس. Number 5. A magnet has an invisible force called magnetism. True. The force of magnet is always attraction force only. المagnet attraction بس؟ لا، هي attraction و repulsion، يبقى مش only، يبقى false. Gravity is similar to magnetism because both of them has only pulling force. لا، هي الجرافيتي pulling لكن المagnetism pulling و pushing، يبقى false. Number 8. Gravity is attraction or repulsion force between two objects. لا false، دي مش الجرافيتي، الجرافيتي attraction بس، المagnetism هي اللي attraction و repulsion. Number 9. Earth's gravity pulls objects toward the center of Earth. طبعا ايه؟ True. نيجي للscientific. The effect that pulls or pushes an object to make it moves. يا إما push يا إما pull، يبقى دي مين؟ عشان أي object يتحرك يبقى دي مين؟ الforce. Number 2. The force that is found between two magnets or between the magnet and an object. يبقى ده مين؟ المagnetism اللي هي المغناطيسية. Number 3. The pulling force that causes object to fall down toward the earth's surface. أي حاجة هتوقع حاجة لتحت أو هتحركها لتحت يبقى الجرافيتي على طول. هنا هو حدد إن هي ال earth's surface، يبقى هقول earth gravity. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Complete. Number 1. When the distance between the moon and earth increases. هنا بقى لاحظوا أهو الديستانس ما بين المون والأرث increases، هتزيد، يبقى ال gravitational attraction between them هيحصل لها إيه؟ ال distance increases يبقى ال gravitational attraction decreases. Number 2. If the mass of the moon increases، الماس increases then its real mass هتزيد أكتر من الماس الطبيعية بتاعته. إيه اللي هيحصل بقى لل gravitational attraction between المون والأرث؟ طالما الماس increases يبقى ال gravitational force هي كمان increases، يبقى ال distance لو حصل لها increase أو زادت ال gravitational decrease، ال gravitational force decrease. لو الماس increase يبقى ال gravitational force increase. طب لو ال distance decrease يبقى ال gravitational force increase. يبقى ال distance وال gravitational عكس بعض، واحدة تزيد التانية تقل. الماس الاتنين زي بعض، زادت يبقى ال gravitational هي كمان هتزيد. نيجي للي بعد كده. The object at rest needs space to move. need إيه؟ طبعا force، قوة عشان تحركه. Force may push or pull، ده في الديفينيشن بتاعها أصلا. طيب the force that is needed to move a small bike is space than that needed to move a truck.
عشان احرك small bike هحتاج فورس اقل بكتير من الفورس اللي انا محتاجاها عشان احرك التراك، يبقى is smaller. A magnet can attract some objects by a force called المagnet يبقى ايه magnetism. The force of magnetism may pull objects towards the magnet or pull or a push another magnet away from it, while a space force can pull objects toward Earth. Pull objects toward Earth يبقى مين دي؟ gravity. يلا بينا على give reason. Number 1. The moon is attracted to Earth. ليه؟ بسبب الجرافيتيشنال force ما بين الاتنين، يبقى due to gravitational attraction between Earth and the moon. طيب number 2. The gravity between two objects is affected by the distance between them. الجرافيتي بتتأثر بالمسافة ما بين الجسمين. ليه؟ Because when the distance between them decreases, gravity increases and vice versa والعكس صحيح. لو distance increases يبقى gravity decreases. Number 3. Paper clips are pulled toward the magnet. ليه بقى؟ ليه دبابيس الورق المعدنية بتنجذب للمغناطيس؟ Due to the force of magnetism. بسبب القوة المغناطيسية. Number 4. Gravity of Earth is greater than gravity of the moon. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الجرافيتيشنال فورس بتتأثر بالماس والديستانس. فالماس بتاعة الأرث أكبر بكتير من الماس بتاعة المون. يبقى الجرافيتي بتاع الأرث أكبر. يبقى because the mass of Earth is bigger than the mass of the moon. What happens if the distance between the moon and Earth increases to twice؟ المسافة هتزيد أهو للضعف. قلناها بقى. يبقى ال gravitational attraction between them would become smaller. ليه smaller؟ لأن هو بيقول لي إن ال distance increases. المسافة هتزيد. يبقى ال gravity هتقل. Number 2. The mass of the moon becomes twice its real mass. الكتلة بتاعة القمر هتبقى ضعف كتلتها الحقيقية. يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى ال gravity بتاعة الجرافيتي هتزيد. يبقى the gravitational force between Earth and the moon increases. طب ايه اللي هيحصل لما تزيد؟ So the moon comes closer to the Earth and it might crash into Earth. هيقرب للأرض أكتر. طب ايه اللي هيحصل لو قرب للأرض أكتر؟ في احتمال إن هو يخبط في الأرض، يصطدم بالأرض. Number 3. The mass of the moon decreases to half. هو بيقول لي الماس decreases، يبقى الجرافيتي هي كمان decreases. يبقى the moon would have less gravity. نيجي للسؤال اللي بعد كده. What is meant by force? It's a pull or push that is applied to an object. هي إما قوة سحب أو دفع بنأثر بيها على الأوبجكت عشان يتحرك. طيب المagnetism يا إما attraction يا إما repulsion ما بين two magnets أو ما بين magnet و object. يبقى it's a force of an attraction or repulsion between two magnets أو or between a magnet and an object. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Look at the opposite figure then choose the correct answer. The force between the two magnets is called لسه قايلينها في الديفينيشن بتاعها المagnetism. The repulsion force between these two magnets causes them to move. هو بيقول لي repulsion يعني تنافر، يعني هيبعدوا عن بعض. يبقى move away from each other. Put T in front of the true sentences and put F in front of the false ones. Gravity pushes an object toward another object. لا هي الجرافيتي مش push هي pull. يبقى false يبقى F. طيب gravity pulls large objects toward the small object. لا false العكس. السمول هي اللي بتنجذب للlarge objects. طيب gravity has effect even when two objects don't touch. يعني ليها تأثير حتى لو ال two objects مش متلامسين. طبعا true. هو مش شرط يبقوا ملامسين بعض عشان الأفكت بتاعها يظهر. Number 4. Gravity increases as the height of an object above the ground increases. لا الهايت يعني دي distance أهو. لما الديستانس تزيد الجرافيتي هتزيد ولا تقل؟ هتقل. هنا بقى مش قايل لي كده، هو قايل لي gravity increases as the height of an object above the ground increases. يبقى هنا ايه؟ false. وبكده نكون خلصنا أسئلة lesson 2 في concept 4.1. ما تنسوش لو أي سؤال وقف معاكم برضو ابعتولي أو اكتبولي في الكومنتس وأنا هرد عليكم إن شاء الله. ولو استفدتوا من الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.